السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن العربية بروتون ساجا. شركة بروتون بدأت في تصدير العربية في مصر سنة 2004 من خلال شركة في مصر عز العرب. الشركة في عام 2018 ابتدت في تجميع أجزاء محلياً، لكن أخيراً في عام 2024 ابتدت تصنيع العربية بالكامل في مصر، والآن في سنة 2025 تم إطلاق الدفعة الأولى رسمياً تحت شعار صنع في مصر. جاءت سيارة بروتون ساجا النسخة المجمعة محلياً بفئة وحيدة من التجهيزات مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتراً. وتأتي سيارة ساجا من بروتون مبنية على قاعدة بناء FLX، وتقدم على الساحة العالمية بخيار وحيد من المحركات، وهو محرك 1.3 لتر تنفس طبيعي مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 نقلات من هيونداي. وقامت بروتون بدعم الجيل الأخير من السيارة بنظام الثبات الإلكتروني مع التحسين في هيكل السيارة بنسبة 20% عن الجيل السابق. دخلت سيارة بروتون ساجا اختبارات الأمان الآسيوية وحققت 4 نجوم من أصل 5 نجوم. كما حصلت السيارة على عدد من الجوائز، فحصدت جائزة أفضل قيمة مقابل سعر في ماليزيا لعام 2016 وجائزة أفضل سيدان مدمجة في عام 2019. وتعد السيارة بروتون ساجا منافس شرس في الفئة الاقتصادية من سيارات السيدان تحت المدمجة، فهي تنافس سوزوكي ديزاير وتشيري أريزو 5 وميتسوبيتشي أتراج ونيسان ساني. بروتون ساجا يمكن تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 155 كيلومتر في الساعة. الأبعاد: يبلغ طول السيارة 4200 ملم، وعرضها 1600 ملم، وارتفاعها 1500 ملم، مع خلوص أرضي يبلغ 171 ملم، وسعة تخزين خلفية تصل إلى 413 لتراً. مواصفات الأمان والسلامة: تتميز ساجا 2024 بمجموعة من تجهيزات الأمان تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة فرامل مساعدة مثل ABS و EBD و BA، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا. التجهيزات والكماليات: من بين تجهيزات السيارة الجديدة زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصات، نظام قفل مركزي، إشارات بالمرايا الجانبية، وكمبيوتر رحلات، إلى جانب مفتاح ريموت مشفر. كما تتضمن وسائل الترفيه راديو مع مشغل CD MP3 و4 سماعات ومدخل USB وخاصية البلوتوث للربط بالهواتف الذكية ومخرج كهرباء 12 فولت. بروتون ساجا هي أرخص عربية أوتوماتيك في مصر بسعر 650 ألف جنيه. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعما بلايك.